أهلا بكم أعزائي ومتابعي المشاهدين. عاجل باريس سان جيرمان يتوعد ميسي بعد تجاهل تهنئته بدوري الأبطال. تحمل مباراة انتر ميامي الأمريكي وباريس سان جيرمان الفرنسي المقرر إقامتها في الساعة 7 مساء اليوم في دور ال16 ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، طابعا خاصا للأسطورة ليونيل ميسي نجم انتر ميامي، لأنها ستكون الأولى له ضد فريقه السابق باريس سان جيرمان الذي لعب له موسمي 2021 2022 2023 عقب رحيله عن برشلونة الأسباني. وأثناء وجوده مع برشلونة لعب ميسي 10 مباريات أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل 3 مرات، وخسر 3 مباريات، ونجح ميسي في تسجيل 6 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة واحدة. الفوز الأكبر لميسي كان في المباراة الشهيرة التي انتهت بفوز برشلونة على باريس سان جيرمان 6-1 في مباراة العودة بدور ال16 في بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2017، وقدم ميسي خلالها أداء رائعا وسجل هدفا وصنع هدفا آخر. ونجح ميسي في تسجيل 3 أهداف متتالية خلال المواجهات الثلاثة الأخيرة التي خاضها مع برشلونة ضد باريس سان جيرمان. ولعب ميسي موسمين مع باريس سان جيرمان خاض خلالهما 75 مباراة وسجل 32 هدف وصنع 35 هدف آخر. ورغم مستواه المتميز فشل في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق، وهو ما جعله يكشف في وقت سابق عن عدم سعادته باللعب في باريس بسبب صعوبة التكيف وانتقادات الجماهير له. وتحمل مواجهة اليوم طابعا انتقاميا بين النجم ليونيل ميسي وباريس سان جيرمان، خاصة أن العلاقة بين الأسطورة الأرجنتيني وفريقه السابق ليست في أفضل حالتها. وتجاهل ميسي تهنئة فريقه السابق بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الذي حققه الشهر الماضي، في حين قدم باريس سان جيرمان تهنئة لميسي بعيد ميلاده مع إشارة واضحة إلى ترقب المواجهة ضد انتر ميامي. وكتب حساب باريس سان جيرمان عبر موقع انستغرام: نراك يوم الأحد، وهو ما يبدو بمثابة رسالة واضحة لميسي بإبعاد انتر ميامي من بطولة كأس العالم للأندية. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.